يا ترى جسمنا محتاج لايه عشان يشتغل بشكل كويس؟ جسمنا محتاج لثلاث حاجات. اول حاجه الاكسجين، تاني حاجه الميه، تالت حاجه الغذاء ده طبعا هنقعد نتكلم عليه بشكل طويل، لكن خلينا نبدا نتكلم عن الاكسجين او الهواء. وكلنا شايفين ان احنا بنعمل يعني احسن حاجه ممكنه في الدنيا وما بنبطلش التنفس حتى واحنا نايمين، لكن للاسف طريقه التنفس نفسها احيانا بتكون غلط، ما بناخدش كفايتنا من الاكسجين، ما بنطلعش ثاني اكسيد الكربون بشكل كويس. عشان كده انصحك ان انت تحاول تدور ازاي التنفس الصحيح. مبدئيا لازم نتفق ان التنفس لازم يكون من الانف، وان انت تحاول ان انت زي ما بيقولوا ان هو يكون من البطن، يعني ان انت تدي الفرصه لان انت فعلا تاخد كميه اكسجين كبيره وان انت تخرج ثاني اكسيد الكربون. الحاجة التانية اللي هي المية برضو تعتبر مظلومة لحد ما، وبنعتبر ان احنا يعني كتر خيرنا ان احنا نشرب لما نعطش، لكن الجسم محتاج المية. احنا قلنا ان الجسم ده زي المصنع بيحصل فيه عمليات كيميائية، بيكسر الاكل لابسط وحدة ويصنع من ابسط الوحدة دي احتياجاته. العمليات دي محتاجة ميديا. تخيل كده حضرتك يعني زي المراكب كده ما بتمشي في البحر، انت بتطلب من الجسم ان هو يمشي المراكب على البلاط، يمشي حاله من غير ما يكون فيه مية. يعمل العمليات دي ازاي؟ مالكش دعوة. وبعدين في الاخر تقول هو ايه علاقة المية بالحرق؟ طبعا المية حاجة مهمة جدا عشان تشغل الجسم، الكلى لوحدها محتاجة حوالي نص لتر عشان تشتغل، فالمية دي حاجة مهمة جدا وبنحاول اننا نحافظ على توفيرها. الحاجة التالتة بقى اللي هو الغذاء اللي احنا هنتكلم عنه بشكل موسع، بس خلينا نتعرف في الفيديو ده ان هو عبارة عن 3 حاجات. ان احنا عندنا في حاجة اسمها ماكرو نيوترينتس اللي هي قلنا 2 في 1 بتدينا الطاقة، وبناخد منها الابسط وحدة اللي بتتكسر في الجسم دي الجسم بيصنع منها احتياجاته ومستلزماته. وعندنا المايكرو نيوترينتس هي ملهاش سعرات حراريه، بس هي ايه اللي بتظبط الشغل، هي يعني بتعتبر كده زي عوامل مساعده للعمليات اللي بتحصل. وفي اسم كده بنسمعه بروبايوتيك وبريبايوتيك، دول حضرتك في بكتيريا نافعه في عندنا في الامعاء وبتعمل شغل حلو جدا وبتساعد على نزول الوزن وتقليل دهون البطن وشغل عالي جدا. الحاجات اللي بتغذي البكتيريا دي بنسميها بريبايوتيك، الحاجات اللي بتنتج عنها اسمها بروبايوتيك. طب انا محتاج بقى البروبايوتيك ليه طالما انا عندي البكتيريا النافعه بتفيدني؟ حاجه من اتنين، يا اما ان هي اصلا انا اكون واخده مضاد حيوي فبتبدا ان البكتيريا دي ما بتعملش الشغل بتاعها. الحاجه التانيه ان البروبايوتيك ده بيساعد على التوازن بتاعها. طبعا ال3 حاجات دول احنا هنتكلم عنهم بتوسع